تخيل معايا كده انك شغال في وظيفه حكوميه من الاف السنين في درجه حراره 45 وشغال في مقبره. شغلتك فيها انك ترسم وتلون وتحفر وتكتب اسم الميت بشكل كويس جدا عشان تقنع الالهه ان الراجل ده كان مؤدب والله محترم ما كانش بيعمل اي حاجه غلط. بس فجاه مرتبك يتاخر والعيال جعانه والعيش بدل ما كان بتمثالين بقى ب3. هتعمل ايه؟ هتروح تعيط للفرعون؟ لا طبعا يا نجم، انت هتعمل اول اضراب عمالي حصل في التاريخ. والله زي ما بقول لك. اهلا بيك في حلقه جديده وجرعه قهوه تانية من كوفي شو، واللي هنسافر فيها لدير المدينه سنه 1152 قبل الميلاد عشان نشوف فيها مجموعه موظفين بيقولوا احنا مش هنشتغل الا ما نقبض. في جنوب طيبه كان في مكان اسمه دير المدينه، دي مدينه كامله اتبنت للناس اللي بيبنوا ويزينوا مقابر الملوك. بس رمسيس الثالث الفرعون الكبير كان مشغول شويه في الدفاع عن البلد. طب ومرتبات الناس؟ مرتبات الناس راحت في المشاريع. موظف من ضمن الموظفين: يا جماعه فين العيش؟ فين القمح؟ انا مراتي عامله دايت اجباري بقالها اسبوعين. بس محدش مهتم. الناس ساعتها قرروا يسيبوا شغلهم ويسيبوا اللي في ايديهم ويروحوا يعملوا اعتصام في المعبد، وده مكان مش المفروض ابدا ان حد فيه يزعل الفرعون، بس الناس جعانه هتعمل ايه؟ كتبوا شكوى على برديه وقالوا فيها احنا جعانين والمخازن مليانه وانتوا عمالين تقولوا اشتغلوا وزينوا وبتاع. هنزين ايه يا بيه؟ احنا شغالين في مقبره مش مهندسين ديكور. السلطات ارتبكت جدا، الموضوع جديد عليهم تماما، فجابوا موظف اسمه خع، وده اسمه حقيقي على فكره، وبداوا بقى يدوا العمال مؤن مؤقته زي شويه قمح، شويه عدس، شويه رز، الحاجات البسيطه اللي تمشي الدنيا. زي بالظبط لما تقول الموظف بتاعك دلوقتي خد سندوتش صبر بيه نفسك لحد ما الوجبه تيجي. لكن الموضوع ده ما كانش معاهم، والعمال عملوا سترايك تاني، بس المره دي دخلوا قعدوا جوه المعبد وبعتوا رساله تانيه قالوا فيها احنا مش هنشتغل الا لما نقبض زي الناس. ودي مش مصر اللي احنا كنا نعرفها. الملك ساعتها ارتبك وحس ان الموضوع بيكبر منه، وقعد يقول لنفسه ما هي الناس دي لو اتدلعت بكره هلاقي الجنود عملت اضراب هي كمان، مش هلاقي حد يحارب معايا ويدافع عن البلد. فبعت حكام محليين يدوا الناس فلوس وقمح ولحمه وكل حاجه حرفيا، اللي هو انتوا ما بتتحركوش غير لما نعمل لكم اضراب ونقعد لكم في المعبد. بس ماشي، ادينا خدنا حقوقنا. ودي كانت اول مره في التاريخ البشري يحصل فيها اضراب رسمي ومطالبه جماعيه والحكومه تستجيب كمان. القصه دي مش بس عن الفلوس والاكل، القصه دي عن ناس بسيطه شغالين في المقابر وسط الموت كل يوم حرفيا، وهم كانوا اول ناس قالت احنا لينا حقوق حتى لو شغالين مع الفرعون. النهارده بقى وبعد 3000 سنه لما تلاقي مواطن او موظف عامل اضراب ما تقولش ده بيخترع، دي حيله قديمه واخدها من جدودنا القدماء. ودي كانت حكايتنا مع اول اضراب حصل في التاريخ من قلب مصر. فلو عجبتك القصه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتنزل تحت تسيب لنا كومنت تقول لنا فيه لو انت كنت من سكان دير المدينه كنت هتطالب بايه. انا عن نفسي كنت هطلب واي فاي في المقابر على الاقل يعني. وبكده نكون خلصنا. اشوفكم في حلقه جديده وفي ورقه قهوه تانية ان شاء الله. سلام.